مشاهدينا المتابعين في كل مكان، متابعي قناة سما سبور، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج الملعب الثالث. المناسبة الشرط والمناسبة هذا اليوم هو المباراة النهائية بين الشقيقين العربيين المنتخبين الوطني المغربي والمنتخب الأردني الشقيق. مباراة يعني بحسابات كبيرة جدا، خاصة وأن جوج ديال الأطر الوطنية كتواجد في هذا النهائي، مواجهة بين الإطار الوطني المغربي طارق السكتيوي والإطار الوطني المغربي كذلك جمال السلامي. لتحليل معطيات هذه المباراة كيسعدني دائما أن يكون معايا وكيشرفني باش يحلل هذه المباراة، خاصة لتجربته القوية على مستوى الدوريات الأردنية، الإطار الوطني مراد عزام. مراد، مرحبا بك. مرحبا أخي عبد العزيز، مرحبا بالمشاهدين ديال قناة سما سبور. أكيد أن مباراة اليوم هي مباراة قوية جدا يعني بتاريخ حافل للمنتخب الوطني المغربي، ولكن بحسابات أخرى للإطار الوطني جمال السلامي. أكيد غادي نتعرفوا على كافة هذه المعطيات خلال مواد هذه الحلقة، ولكن قبل ذلك نأخذ تشكيلة الفريق الوطني المغربي خلال هذه المواجهة، وتشكيلة اللي اختارها السي طارق السكتيوي في حراسة المرمى: بن عبيد، أنس باش، بوفتيني، حريمات، بوركسوت، زحزوح، أزارو، طنان، سعدان، الموساوي وكريم البركاوي. في الاحتياط: شهاب، غنيمي، بن تايك، بوغرين، حمد الله وليد الكرتي، الوادني، المهديوي، ثم شويعر. هذه هي التشكيلة اللي اختارها مراد السي طارق السكتيوي خلال هذه المواجهة. أكيد أنها لا تختلف على مباراة النصف النهائي أمام المنتخب الإماراتي. صحيح أخي عبد العزيز، يعني الاختيارات اللي اختار السي طارق السكتيوي هو اعتمد على نفس التشكيل، وتقريبا يعني نفس الاختيارات اللي كانت من الأول. غادي نشوفوا كذلك يعني الأدوار اللي غادي تقدم اليوم داخل الملعب في هذه المقابلة، لأنها تعتبر لي مقابلة اللي هي صعبة، والأجمل فيها هو أنه تعودنا على السي طارق السكتيوي أنه يتعامل مع جميع الأنظمة اللي قبلها، يعني من دور المجموعات. إضافة أنه كاين موقف اللي هو حاليا غادي يوقع فيه في هذه المقابلة هذه، هو أنه النظام الذي يختلف على الأنظمة الأخرى اللي قبلها من المجموعات إلى غاية النهاية. نعم. لأن المنتخب الأردني يعتمد على نظام ديال 3-4-3 وغادي نقدوا أننا ناخذ يعني من الأول من دور المجموعات، كيف كان أنه المنتخب المغربي كان تيقابل يعني جزر القمر. لو سمح لي الأخ يوسف يعطيني النظام ديال المنتخب. إلا سمحتي قبل ما ناخذوا الأنظمة ديال اللاعب، غادي ناخذ فقط إلا سمحتي لي يعني وانت العارف بخبايا الكرة الأردنية سي مراد، ربما تاريخ المواجهات المغربية الأردنية ما كثيرش بزاف. نعم، ولكن ربما اللقاءات الودية أو اللقاءات داخل كأس العرب هي اللي كانت فيها الندية، خاصة نعم. آخر مواجهة كانت بين المنتخبين الشقيقين كانت في الدورة الماضية، واللي عرفات انتصار المنتخب الوطني المغربي ب4 أهداف للا شيء. أكيد أن هذه المباراة هذه عرفات كان الإشراف التقني على ذكرى تحسيات المنتخب الوطني المغربي هو الإطار الوطني الحسين عموتة. إذن تاريخ المواجهات: كانت هناك 5 مواجهات بين المنتخبين، كلها آلت إلى المنتخب الوطني المغربي في 4 مواجهات. مواجهة واحدة انتهت بالتعادل الإيجابي 26 شتنبر 1974 كأس العرب بسوريا، 3 أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الوطني المغربي. المواجهة الثانية كانت بعد سنتين من ذلك، 12 أكتوبر 1976 دورة الألعاب العربية. المنتخب الوطني المغربي يفوز على المنتخب الأردني ب3 أهداف مقابل لا شيء. 12 دجنبر 2002 كانت بكأس العرب بدولة الكويت، المباراة الوحيدة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. دورة أكتوبر 2016 انتصار المنتخب الوطني المغربي بهدف مقابل هدف واحد. آخر دورة كما قلنا يوم 4 دجنبر 2021 كأس العرب بقطر، اكتساح للمنتخب الوطني المغربي ب4 أهداف مقابل لا شيء. مراد، أكيد النتائج المواجهات السابقة مازال إن شاء الله غادي نشوفوا مواجهات أخرى بين الإطار الوطني طارق السكتيوي وجمال السلامي. تقريبا هذا تاريخ المواجهات مراد. المغرب ينتصر، انت العارف بخبير الكره الاردنيه، هذا الطفره الاردنيه اللي عرفتها هذه السنتين الاخيرتين بعد التحاق جمال السلامي ثم قبل ذلك الحسين عموته، اعطتنا منتخب اردني صحيح. قوي جدا، قدر انه يوصل بطوله اسيا، نهائي كاس اسيا، ثم بعد ذلك يعني التاهل عن جدار واستحقاق الى كاس العالم تحت سواعد مغربيه. الحسين عموته نهائي كاس اسيا، ثم جمال السلامي نهائيات كاس العالم 2026.
هي يعني تعقيبا على النتائج اللي هي ظهرت لنا هنا في الصوره بالنسبه للمقابلات السابقه. يعني احسن حقبه كانت عندهم يعني مع السي الجوهري، واللي دار واحد العمل كبير يعني مع اللاعبين الاردنيين وفي الدوري الاردني ووصل معهم كذلك لانجازات. جات من بعد منها الحقبه اللي هي تقريبا نسات هذه الحقبه ديال الجوهري اللي هي مع السي حسين عموته، اللي بدا معهم عمل فعلي وعمل قاعدي كيف تكلمنا عليها، يعني من على الانديه نشر هذيك الفلسفه اللي بغى هو انه يتماشى بها في المنتخب الاول، اضافه انه جا السلامي وكمل العمل ديال السي حسين عموته ومشى به يعني النهائيات ديال كاس العالم، وحاليا دابا هو في كاس العرب. اذا العمل ديال المنتخب الاردني قبل 3 سنوات يعني نقدر نقول لك انهم كانوا تيتهيئوا باش انهم يجهزوا منتخب اللي هو بدا يقارع الكبار ويكون مع الاوائل كذلك في الدول العربيه. نعم مراد، اكيد اننا غادي نتكلموا الان يعني قبل ما نشوفوا المواجهات، تاريخ المواجهات ما بين الاطار الوطني طارق السكيتيفي وكذلك جمال السلامي، واضافه الى بعض الاحصائيات اللي وجدناها وعددناها خلال مواد هذه الحلقه هذه. نرجعوا الاهم واللي كينتظروا الجمهور ديالنا، جمهور سما سبور، وكيعرفوا التحليل ديالك والدقه ديال التحليل وديال القراءه ديال الخصوم. بغينا نعرفوا هذا المنتخب الاردني اللي ربما يمكن احنا كمغاربه عندنا احساس ديال ان الفوز ممكن يكون المنتخب الوطني المغربي، ولكن المنتخب الاردني بين على انه ماشي ذاك المنتخب السهل، المنتخب اللي ممكن اننا ننتصروا عليه، خاصه ان السلامي هو ابن البلد وكيعرف العقليه المغربيه وكيعرف عقليه اللاعب المغربي. بطبيعه الحال مع مراد غادي نتمكنوا او غادي نحاولوا نقربوكم من الفلسفه الكرويه اللي كينهجها المنتخب الاردني. لك الكلمه سي مراد. اخي عبد العزيز، يعني بايجاز هو انه لازم نبينوا يعني للمشاهدين الكرام انه سي طارق السكيتيوي كيف قلنا طاح في مواقف، في اولمبيات باريس، طاح في مواقف في كاس افريقيا، حاليا في كاس العرب. دابا حاليا كاين واحد الموقف اللي هو تكتيكي لازم اننا نركزوا عليه يعني بشكل دقيق، هو انه المنتخب المغربي من البدايه ديال المجموعات قابل بعض الانظمه اللي هما مع جزر القمر، مع سلطنة عمان، مع السعودية، مع سوريا، مع الإمارات، وصولا إلى المنتخب الأردني. يعني التاريخ ديال المنتخب الوطني المغربي ما كانش سهل. نعم، والأكثر وتطور بشكل كبير في هذه المنافسة. وشفنا أنه السي طارق السكيتيوي أنه كيفاش يتعامل مع هذه الأنظمة، لأننا حنا تنلعبوا ب4-4-2 وتنحاولوا أننا نديروا التنشيط ديالها ب4-2-3-1. إذا أنت فاش تتكلم على هذا النظام هذا هو تيقابل أنظمة أخرى كيفاش هو تيفوز عليها، يعني بناء على المواقف اللي تنطيحوا فيها في الملعب. الى الاخ يوسف يعطيني النظام ديال منتخب جزر القمر. منتخب جزر القمر كان بدا معنا حنا 1-4-4-2 وحنا تنلعبوا ب4-4-2. كنشاهدوا والمتابعين ديالنا كيشاهدوا تقريبا هذه التشكيله اللي كانت ديال المنتخب جزر القمر اللي اعتمدها ضد المنتخب الوطني المغربي. نعم، هذا النظام الاول. النظام الثاني كان ضد المنتخب العماني، كان ب4-2-3-1 مع كارلوس كيروش. نعم. النظام الثالث كان الإشارة هي المباراة الوحيدة صحيح. اللي عرفت التعادل السلبي بين المنتخبين. نعم. وهنا النظام الثالث اللي هو مع المنتخب السعودي كذلك يعني قابل ب4-2-3-1. غادي ندوزوا للدور الثاني اللي هو ديال سوريا، كذلك لعبت معنا ب4-2-3-1 وكانت تنشطها ب4-4-2. والنظام ديال المنتخب الإماراتي كذلك ب4-2-3-1 وكذلك هما كانوا تينشطوا ب4-4-2 في الضغط ديالهم. وصلنا للمنتخب الأردني. المنتخب الأردني النظام ديالو هو يختلف على جميع هذه الأنظمة. يعني السي السلامي يعتمد على نظام ديال 3-4-3، وهذا النظام هذا يعرف يعني بالنظام ديال المرآة. لو لاحظتي لي بوزيسيون ديال اللاعبين في قلب الدفاع، هو ما تيلعبش مثلا بجوج ديال اللاعبين، هو تيقسم العرض ديال الملعب يعني في الدفاع يعني النظام ثلاث لاعبين. النظام ديال المنتخب ديال الأردن ثلاثه ديال اللاعبين، ووسط الميدان تيلعب ب4 لاعبين، والامام تيلعب ب3 ديال اللاعبين. اذا فاش نتكلموا على التنشيط ديال هذا النظام هذا وشنو هما الايجابيات ديالو وشنو هما السلبيات ديالو، هنا السي طارق السكيتيوي راه عارف شنو هما النقاط السلبيه، ولكن حنا غادي نحاولوا اننا نبينوها ونبينوا كذلك حتى نقاط الضعف ديال هذا النظام هذا اللي ممكن حنا نشتغلوا عليها نستغلوه نعم في هذه المقابله هذه. اذا فاش نتكلموا على 3 ديال اللاعبين قلب دفاع، هذا النظام تيرتكز على اللاعب اللي هو في الوسط في الجناح اللي هو على اليسار، واللاعب اللي في الوسط اللي على اليمين. الا سمحتي مراد باش ربما نقربوا المتابعين، هنا كنشوفوا الخطه او لا الرسم ديال اللاعبين، النظام ديال اللعب. لا الرسم، انا بغيت نتكلم هنا على الصوره كي كيشوفوها المتتبعين. يمكن الناس تقنيا بحالك غادي يكونوا فاهمين وكيميزوا بشكل كبير.
الرسم هنا كي كنشوفوا بان كنتكلموا على 3 4 3 1، ولكن انا هنا كنشوف 3 4 3. نعم هنا بغينا او 3 او 4 2 1. نعم. كيفاش حللتيها انت بهذه الطريقه ديال 4 3 1؟ دابا 3 عندنا واحد هو الحارس المرمى، وثلاثه ديال اللاعبين اللي هما في قلب الدفاع، والاربعه لاعبين اللي هما في الوسط على خط واحد، وعندنا 3 لاعبين اللي هما في الامام. اذا كيف قلت لك هذا النظام هذا لما تنبداو تيوقع فيه واحد التنشيط سواء دفاعي سواء هجومي. نعم. اذا بالنسبه لهم هما في الادوار الدفاعيه تيرجعوا داك اللاعبين اللي هما في الاطراف تيرجعوا عند قلب الدفاع وتيصبحوا بهم 5. نعم. وجوج ديال وسط الميدان اللي هما في المحور تيرجعوا هما كذلك. اذا خلينا الصوره يوسف باش يفهموا المتابعين 3 ماشي مشكل ديال السي مراد. نعم. اذا الثلاث لاعبين اللي قلنا في قلب الدفاع لما تيرجعوا هذوك اللاعبين اللي في الوسط اللي هما على الطرف تيصبحوا 5 في الدفاع، وتيرجعوا جوج ديال اللاعبين ديال يعني المحور. كتكلموا على اللاعب رقم 7 واللاعب رقم 3 كنظن. نعم. نو لاعب رقم 7 من هنايا، والرقم لاعب 11 من الجهه الاخرى. اذا حنا تنتكلموا دابا حاليا بالمراكز. نعم. المشاهدين غادي يفهمونا انه الاطراف تترجع عند داك 3 ديال اللاعبين اللي هما لاعبين كقلب الدفاع تيصبحوا بهم 5، وجوج ديال اللاعبين اللي هما في المحور تيرجعوا هما كذلك في التكتل الدفاعي تيولوا 5 جوج، ولكن اللاعبين اللي في الامام تيرجع منهم واحد كذلك من الطرف والاخر من الطرف تيصبحوا 5 4 1. اذا هنايا لما تيرجعوا هما تيولي واحد التكتل دفاعي وصعب عليك انك انت تقدر تمر لا سواء من الاطراف ولا سواء من العمق. بطبيعه الحال انت وجدنا مجموعه ديال الفيديوهات اللي غادي تبين لنا هاد التحركات ديال المنتخب الاردني بشكل كبير. يعني الا سمحتي لي فقط نقطه اخرى هي انه انا تكلمت معك دابا حاليا من الناحيه الدفاعيه بمعنى الصعوبات اللي غادي نلقاو، بمعنى كاين عندنا تكتل ديال عدد كبير ديال اللاعبين اللي هما غادي يكونوا في الخلف، ولكن هذا النظام هذا هو يعتمد على المرتده السريعه، لاننا فاش نديروا 3 مهاجمين في الامام على خط واحد وتنعطيو الزياده العدديه من الاطراف اصبحوا عندنا 5 اضافه لواحد من الوسط الميدان اللي هو تيمشي للامام. اذا تتولي زياده عدديه للامام اضافه تيسهل عليك انك توصل للمرمى باقل عدد ديال التمريرات للامام، وفاش تمشي للمرتده تتمشي بسرعه. انا اختاريت بعض اللقطات اللي تكلمنا عليهم، وهذه هي اللي بغينا نقربوا المشاهدين لها بشكل كبير. ولكن قبل منها لازم الاخ يوسف يعطينا الصوره ديال النظام ديال المنتخب المغربي يقابل النظام ديال حنا بالاخضر، والنظام ديال المنتخب الاردني بالابيض والاحمر. اذا لاحظتي هنايا عندك 4 مدافعين، وحنا هاد ال4 مدافعين في الاصل ديالهم غير قبل ربما انت داير هنا بان المنتخب الاردني كيلعب 3 4 1 3 1. نعم. والمنتخب الوطني المغربي كيلعب 2 4 4 1 ياك صح؟ لا، هو انه جوج في قلب الدفاع. نعم. وجوج في الاطراف اللي هما الاظهره. نعم. وجوج ديال وسط الميدان، وجوج امامهم، وجوج ديال المهاجمين. لا ما شاء الله عليك انتم كاطور تقنيين انتم كتفهموا الرسم. انا كنقرا فقط. اذا انا بالنسبه لي باش يفهموا المشاهدين هو انه تنقول مثلا 4 4 2 لازم نقولوا 4 4 2 هي ان لازم يكون كل خط فيه واحد العدد ديال اللاعبين. هذا هو التعريف ديال نظام اللعب. اذا حنا بالنسبه لنا غادي نقابلوا هذا النظام، غادي نشوفوا السي طارق سكيتيوي كيفاش يمكن له انه يتعامل معاه. انا اختاريت بعض اللقطات اللي ممكن ان نتكلموا عليها على المنتخب الاردني وكيفاش نبينوا نقاط الضعف ديالو ونقاط القوه ديالو. الا سمح الاخ يوسف، هذا بالنسبه لنظام اللعب. هذا نظام اللعب المنتخب الاردني 3 1. نعم. انا بالاحمر ضد المنتخب المصري 3 4 3، وكيفاش انهم تيديروا الانتقالات. لاحظ اقل التمريرات وتيحاولوا يمشيو في المرتدات بسرعه، وتيساعدهم هذا النظام هذا حتى في الهجمه المنظمه. يعني حتى لولا وهنا السؤال، واش جمال السلامي ربما كيعتمد بشكل كبير على هو فدال كما كنقولوا مخلص للنظام اللعب ديالو؟ نعم. او لا كيكيفوا على حساب كل منتخب كمنتخب؟ انا قلت لك هو بالنسبه له هو تيعتمد على هذا النظام هذا يعني بشكل اساسي، ولكن التنشيط ديالو اللي تيقوم به داخل المقابلات والتعامل ديالو مع الخصوم هو اللي تيخليه انه يدير تنشيط سواء في الجانب الهجومي او سواء في الجانب الدفاعي. اذا حنا بالنسبه لنا غادي نقابل واحد النظام اللي هو غادي يتغير عده مرات داخل المقابله. حنا كيفاش غادي نتعاملوا معاه بهال 4 4 2 او بال4 2 3 1، لانه السي طارق سكيتيو لما غادي يلعب بجوج ديال المهاجمين في الامام هو راه تيشكل خطوره على داك الثلاث لاعبين اللي هما في الخطه ديال الدفاع. نعم. غادي يبقاو لنا الممرات كيفاش انهم يعطلوا لنا هذوك الاطراف ديالهم هما اللي هما تيعتمدوا عليهم وهما الركيزه الاساسيه ديال هذا النظام. اذا تنتكلموا على بولكسوت وتنتكلموا على المساوي وتنتكلموا على زحزوح وتنتكلموا على البركاوي، كيفاش انهم غادي يلعبوا في الخلف ديال هاد اللاعبين هذو اللي هما في الطرف، لان هناك مساحه كبيره بين قلب الدفاع
اللي هو تيلعب على اليسار مع اللاعب اللي هو ديال الوسط اللي في الطرف. نعم. اذا حنا غادي نلاحظوا هنا في لقطات كيفاش انه المنتخبات تعاملت مع النظام ديال اللاعب ديال المنتخب الاردني، لانه صحيح هناك مشاكل في سوء التنظيم الدفاعي رغم التكتل ديالهم. لا سمح لي الاخ يوسف، لاحظ هنا ضد المنتخب المصري المنتخب الاردني ها هو تيبان لك انه متكتل وراه في الخلف، ولكن كاين المنتخب الاردني هنا الاشاره هو باللون الاحمر. اي بالضبط. والمنتخب المصري هو اللي باللون الابيض. نعم. ممكن يمر الاخ يوسف. لاحظ هنا تكتل هما راجعين يعني في كتله دفاعيه، ولكن كاين واحد المشكل اللي هو دابا غادي نشرحوه، هو ديال رقم 5 قلب الدفاع. هذا اللاعب هذا راه لعب ضد مصر والمقابله الاخرى ما لعبش، ثقيل شويه، عنده بطء، يعني الا كان السلامي يحاول ما يمكن انه يريحوا. الا كان لاحظ هنا لقطه اخرى مره اخرى غادي يطيح يعني في الثنائيه مع اللاعب المصري، وغادي يجي من وراه هو. وهنا كتجي العبقريه ديال اللاعبين وديال المدرب، هو ان كيفاش اننا نخطئوه اكثر مره، يعني بعدد اكبر. يعني صحيح. النسبه ديال الاخطاء لازمها تكون عندهم هما كثيره. اذا حنا لما وصلناش اننا نلعبوا على هذه نقاط الضعف صعب اننا غادي نوصلوا. كاين اشكاليه في الخلف ديال اللاعبين ديال الاطراف اللي هما في الوسط، اضافه لقلب الدفاع تيضطر انه يخرج من المنطقه ديالو، وهذاك الخروج من المنطقه ديالو باش يمكن له انه يدير التغطيه تيوقع هنا اشكاليه لازم حنا نستغلوها. اذا هذاك الخروج تيخلي منطقات اللي هي فارغه. اذا اللاعبين اللي غادي يلعبوا في الامام لازم التحرك. نعم. يعني ربما الا استغلينا بنفس الكيفيه اللي استغل بها حمد الله، ربما طلع في بكره راسيه دو بينو بين حريمات. نعم. قدرنا اننا بهجمه مرتده اننا نسجلوا الهدف الثاني المنتخب. لاحظ هنا كذلك مع المنتخب الاماراتي. نعم. شوف انت نفس الجهه بالضبط. نفس الجهه. نعم بالضبط. اضافه هنا شوف المساحات. اذا حنا شوفوا المنتخب الاماراتي استغلها، وكره كانها كانت ميته، كانت على التماس، دخل بها. كاينه المساحه، هذيك المساحه اللي هي كانت فارغه هي ديال التحرك ديال قلب الدفاع باش يمكن له يدير التغطيه. اذا هذيك التحركات ديالنا حنا كمهاجمين، شوف لاحظ كيف غادي يمشي معاه. اذا اللاعب اللي هو مسؤول هو راه عاد راجع في الوسط. نعم. باش انه يغطيه هو راه عاد جاي. لاحظ كيتضح البطء هنا كما قلتي مراد، كيتضح البطء حتى ماشي في قلب ربما حتى في الاستلام من الكره. نعم. يعني كتشوف هنا السرعه ديال اللاعب رقم 11 كيفاش قدر انه يباغت المدافعين بينجم ويوصل قبل الكره قبل المدافع. هذا هو اللي تنتكلموا عليه. بمعنى احنا في المناطق الاخيره اللي هي ديال الانهاء لازم التحركات بتاعنا تكون بواحد التزامن، بواحد التايمينغ اللي هو مدروس. لاحظ انا مره اخرى كذلك سوء التنظيم الدفاعي. لاحظ ونفس الشيء المهاجم. نعم. كان سريع بشكل كبير. اذا حنا بالنسبه لنا كتقنيين ما تيخوفناش الرجوع ديال المنتخب الاردني اكثر ما ان كنا مثلا في الايام السابقه تنتكلموا على الفرق اللي هي ولا المنتخبات اللي هي تتكتلنا وراء وتبقى نقولوا الا سمحتي مرات 5 دقائق على انطلاق الجوله الاولى نحاولوا نكونوا صراحه في الفيديو الموالي. بالنسبه للادوار الهجوميه او في الانتقالات الهجوميه انهم هنا تيوصلوا للمرمى باقل التمريرات. نعم. وهذا شيء اللي هو يقدر ان يفاجئ المنتخب المغربي. نعم. ويخلق لنا اشكاليه، لانهم كيف قلت لك تعتمدوا هما على الاطراف وتعتمدوا على التحركات ديال 3 مهاجمين اللي هما في الامام. هذوك ال3 مهاجمين اللي في الامام اخي عبد العزيز. نعم. انهم تيوقفوا هذاك الخط ديال الدفاع ديال المنافس بما انهم قرابين. لما تيجيو اللاعبين من الخلف تتكون زياده عدديه داخل الصندوق. لاحظ هنا كيفاش يوصلوا بسرعه كذلك، يعني ما عندهمش اشكاليه. ممكن يمر لنا الفيديو الاخر. لاحظ هنا كيف سجلوا الهدف على المنتخب المصري باقل التمريرات من وسط الميدان. لاحظ هنا مرتده، لاعب قادر انه يصنع الفرق. نعم. وغادي يلعب هنا اسيست اللاعب يزن اللي تصاب بالرباط الصليبي وكنتمنوا له لاحظ هنايا ضد المنتخب المصري. لا ضد المنتخب الاماراتي يعني بجوج اللمسات. لاحظ هنا انتقال كذلك الى الهجوم باقل التمريرات. المنتخب السعودي شوف هذا اللاعب شحال غادي يقطع هذه المسافه وحده نصف النهايه. نعم. وكان هنا عنده حل اخر انه يمكن له يلعب باللاعب المهاجم، ولكن هو دخل في التسلل. نعم. هنا غادي يجي هدف من بعد منها هو اللي تكلمنا عليه يعني في المرتده. اذا هذا النظام هذا لاحظ هنا امام المنتخب المصري. نعم. هنا غادي يوصل وغادي يجيب ضربه جزاء. لاحظ اذا عندهم تيوصلوا للمرمى بسرعه. الميزه اللي كيمتاز بها المهاجمين ديال المنتخب الاردني هي السرعه في التنفيذ. يعني فكرتني بحال المنتخب الوطني المغربي للشبان في كاس العالم، كانوا كيعتمدوا على الهجمات السريعه ديال معمه والتمريرات الحاسمه ديال الخليفي او ديال الصادق في العمق. كانت كتعطي نفس الطريقه. نعم. تقريبا. نعم. هنا بهجمه منظمه. شوف لاحظ هنا بهجمه منظمه من العمق وغادي يسجلوا منها. غادي يسجل منها يعني ضربه جزاء ضد المنتخب الاماراتي كذلك.
انا اللي بغيت يعني نوضح للمشاهدين جوج دقائق بقات لنا مراد. نعم مشاهدي الكرام، ولا كان السي يعطينا تاريخ المواجهات ما بين السكيتيبي. انا عندي جوج ديال النهائي. النقاط اللي هما لا اعتمدنا عليهم. هو لازم تعطي الوسط الميدان الاثنين ديال اللاعبين المحاور اللي هما المصدر ديال خروج الكره على الاطراف في هذيك المرتده. اذا المصدر ديال الكره من غادي تخرج من عند اللاعبين ديال المحور الاثنين لاعبين ديال المنتخب الاردني، اضافه للزياده العدديه اللي تتدار من الاطراف. لازم البركاوي وزحزوح يقوموا بادوار دفاعيه، ولازم انهم يبقاو في تركيز عالي باش نقدروا اننا حنا نديروا عليهم زياده عدديه بمساوي وبالكسوت ونمشيو في الظهر ديالهم. اذا حنا الاهداف الا كتب الله اننا في المقابله وحاولنا اننا نسجلوا يعني من الاول، غادي يجيو من الظهر ديال هاد اللاعبين اللي هما في الوسط اللي هما تيتقدموا بزياده عدديه، سواء من بولكسوت سواء من المساوي من الاطراف. ولو عطلنا وسط الميدان المقابله راحنا غادي ناخذوها باذن الله من الشوط الاول، وغادي تبان الشخصيه ديال المنتخب المغربي، وغادي تبان يعني المرونه ديال السي طارق السكيتيوي في التعامل مع هذا النظام هذا. واخا سي مراد، التوقعات ديالك للجوله الاولى؟ انا تنقول يقدر يخرج خارج المنتخب المغربي فائز ب 1-0، وحنا كنقولوا كنتمنوا بان فعلا المنتخب الوطني المغربي يسجل الهدف، يسجل في الاول باش يقدر هذه الدوره هذيك كل الحمد لله لم لم مختبر في مثل هذا الموقف هذا. اذا كان ممكن بعجاله السيوسف اذا كان واجد التاريخ ديال المواجهات ما بين المدربين طارق السكيتيوي تقريبا وجمال السلامي. جمال السلامي انتصر في اغلب المواجهات، فقط كانت مرتين اللي كان التعادل ما بين طارق السكيتيوي وجمال السلامي، فاش كان طارق السكيتيوي مع نهضة بركان ثم مع المباراه وجمال السلامي مع الرجاء البيضاوي. وكنظن بان هذه كانت في يعني في موسم واحد. بعد ذلك انتصار بين للاطار الوطني جمال السلامي اللي ما كنتمناوش هذا النهار ينتصر المنتخب الوطني المغربي. بطبيعه الحال البركاوي هو هداف المنتخب الوطني المغربي. نبغيو ان كريم البركاوي كذلك يباغت الجمهور واللاعبين والمنتخب الاردني ويخطف لنا هدف اضافه الى المتالق واللي بغيناه ينتفض خلال الجوله الاولى وخلال هذه المباراه ازارو وليد ازارو، ويقدر انه يعطينا ديك الهدف الاطمئنان حتى ندخل في المباراه اكثر ونسيدوها بالطريقه اللي كيحب ينهجها الاطار الوطني طارق السكتيوي. شكرا لك مراد. شكرا لك سي محمد اللي جيتي زرتينا اليوم. اكيد اننا نلتقي واياكم بعد نهايه الجوله الاولى. اكيد الدقيقه الرابعه من عمر الجوله الاولى تعطي التقدم للمنتخب الوطني المغربي. بيني وبينكم ما كنتش باغي نقول هذه الهضره، ولكن توقعات مراد عزام كانت صائبه. هدف مقابل لا شيء كما توقع السي مراد خلال هذا المباراه. اكيد كما تابعوا المتابعين ديالنا خلال هذه المقابله سيطره مطلقه للمنتخب الوطني المغربي. ما قدمه الاطار الوطني مراد عزام من خلال الدراسه ديال النهج التكتيكي للمنتخب الاردني، ربما طارق السكيتيوي كان على علم ودرايه به، بحيث اننا شفنا المنتخب الاردني ولا هجمه مرتده سريعه. كتلقى دائما المدافعين ديالنا، كتلقى وسط ديالنا حاضر، غادي نرجعوا لهذا الشيء كله بلي ديتاي ديالو مع مراد 1-0 كما توقعتي. نعم 1-0. وبغيت نقدم واحد التحيه للصديق ديالي اسمه محمد منديل اللي كان هو كذلك كان داير معايا واحد التحدي في النتيجه والتوقعات. لا هو 1-0. لا هو كنا بغينا فعلا ان الجوله الاولى تنتهي باكثر من هدف مراد، باش على الاقل نعطيو ديك الاريحيه. لانه ما ننساوش اخي عبد العزيز المنتخب الاردني كذلك هو يعني لما تسجل الهدف راه دخل في المقابله وبدا ينضم يعني الصفوف ديالو رغم ان هناك مشاكل. صحيح. ولكن يعني 1-0 تنشوف انه كبدايه وحنا مسحودين والقياده ديال المنتخب يعني بانت، والسيطره ديالو في الاستحواذ والمحاوله ديال المرور من الممر الايمن الممر الايسر، الضغط على حامل الكره في وسط الميدان كما تكلمنا. يعني حنا مشينا النقاط ديال القوه ديالهم اللي هي عندهم في الاطراف عطلناها بازارو وبزحزوح او بالبركاوي قبل ما يخرج. من بعد دار السي طارق السكيتيوي التغيير اللي هو اجباري بالنسبه للبركاوي، ولكن دار واحد التغيير اللي هو مهم جدا، رد باش كظهير ايمن وزيد بولكسوت بالسرعات ديالو والتقنيات ديالو في هذاك الطرف، ودخل المهديوي في وسط الميدان مع حريمات. اذا حنا كان مطلوب منا اننا نوقفوا الاثنين محاور ديال وسط الميدان اللي هما نزار رشدان واللاعب عامر رقم 6 ورقم 21، وكان عندنا انه ادوار اخرى اننا نوقفوا اللاعب السميري اللي هو رقم 17 اللي هو في وسط الميدان على الطرف الايمن،
وعلى الطرف الايسر اللي هو رقم 20 ابو طه. هاد اللاعبين هادو ما شفناهمش في الشوط الاول، وحنا هذا هو اللي كان مطالب عندنا من اللاعبين ديالنا المنتخب المغربي انهم قدرنا اننا نوصلوا يوقفوهم. نعم، ولعبوا في الظهر ديالهم، وهذا الشيء تاتى من بعد الخروج ديال البركاوي. سبحان الله، يعني رب ضرة نافعه، انه حنا تنتمناو دائما بولكسوت انه يكون متقدم ويمشي في هذاك الطرف. جاتو دابا الفرصه انه كمل تقريبا شوط، يعني تقريبا واحد 35 دقيقه او 37 دقيقه تقريبا اللي هو لعبه في ذاك الطرف، وبينا الضعف ديال ذاك الجانب اللي هو مع اللاعب رقم 20، وجبرنا اللاعب المرضي اللي هو تيلعب مهاجم على الجهه اليسرى حتى هو كذلك تيرجع يدير الادوار الدفاعيه. يعني قللنا من الخطوره ديالهم من الناحيه الهجوميه، وجبرناهم انهم يرجعوا يدافعوا اللاعبين المهاجمين، وهذا شيء جميل بالنسبه لينا. لازمنا في الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله اننا ندخلوا ونحاولوا اننا كيفاش نجيروا المقابله ديالنا بالدقائق ديالها، لان المقابله مازال ملعوبه، مازال ما انتهتش. نحاولوا نزيدوا نسجلوا اهداف اخرى في الشوط الثاني، ويكونوا تغييرات اللي هي في التوقيت ديالها مناسب، ونحاولوا ان شاء الله باذن الله نخطفوا المقابله ونفوزوا ان شاء الله باذن الله. مراد، هدف أسامة طنان بذكريات كأس نهائي، نعم. ذكريات نهائي الشان، هدف المليوي ضد جزر القمر، تقريبا قاسم مشترك خلال النهائي خلال هذه المباراة هو العودة، وكيعطينا طارق السكيتي منتخب مغاير. نعم صحيح. للإقصائيات أو الأدوار الأولى كتشوف بأن التركيز كيكون أكثر، اللاعبين داخلين في المباراة عازمين بشكل كبير باش أنهم هذه الكأس الغالية يحضروها. ودليل هو أن الروعة ديال الهدف كيفاش استخلصنا الكرة. نعم. وكيفاش بضربة جوج قدر أن أسامة طنان يهز عينيه ويبان له بوطو خاوي ويصيفطها. ربما غتنسينا في الهدف اللي تسجل على أنس زنيتي أمام المنتخب الجزائري. لي ستاتيستيك تقريبا ديال هذه المباراة سيطرة كبيرة ديال المنتخب الوطني المغربي، بحيث أن تقريبا لا بوزيسيون دو بال المنتخب الوطني المغربي 57% مقابل 43 للمنتخب الأردني. انت كمدرب ما بين الشوطين، خاصة أنا كنظن بأن الآن جمال السلامي الكرة هي عند جمال السلامي. كيفاش غادي يفكر جمال السلامي، وبالمقابل كيفاش طارق السكيتيوي غادي يتعامل من أجل الحفاظ على النتيجة، خاصة أن كان هناك تغيير اضطراري بخروج كريم البركاوي كما قلتي صحيح. نظرا ربما كما كنقولوا اللي عنده مشكل في العضلة الضامة على الفخذ. فمازال عنده كما كنقولوا البون دو توش غني. حمد الله الكرتي، الهنوري مازال عنده شويعر، يعني مازال عنده كذلك حتى بوغرين. يعني مجموعه ديال اللاعبين على مستوى الهجوم، اضافه ان غادي يستافد من العوده ديال مفيد اللي موالف كيسد به في المباريات السابقه. كيفاش غادي يكون التعامل ديال المدربين معا، خاصه جمال السلامي اللي تيخصو يرجع في المباراه صحيح، وطارق السكيتيوي اللي خصو يامن النتيجه. هو حاليا اخي عبد العزيز هو الضغط اللي كاين على جمال السلامي. اننا غادي نزيدو نكتشفوا الاوراق ديالو في الشوط الثاني، كيفاش غادي يتعامل مع هذه الظرفيه انه لازم يرجع في النتيجه. اضافه اننا حنا تكلمنا قبل المقابله على النظام ديال المنتخب المغربي اللي هو 4-4-2 ضد النظام اللي هو 3-4-3. تبين بان النظام ديالنا هو تفوق على نظام جمال السلامي حاليا، عطل نقاط القوه ديالو وبينا مشاكل في قلب الدفاع، وتكلمنا على سوء التنظيم الدفاعي. لو لاحظتي حتى انهم لما تيرجعوا كانت عندنا فرص في الشوط الاول اللي هي كانت كرات عرضيه، وتبين بانه عدم التنظيم الدفاعي قادرين اننا ناخذ منه الكره الثانيه ونسجلوا هدف. اذا بالنسبه لي انا الجمال السلامي في الشوط الثاني يقدر، احنا غادي نشوفه، انا تنتوقع انه يقدر يغير النظام ديالو، ولكن الا كان هو تيأكد انه غادي يلعب بهذا النظام هذا، سي طارق السكيتيوي غادي يبقى بنفس الشكل، وغادي يحاول انه يلعب على نقاط الضعف اللي هما في الخلف ديال اللاعبين اللي في الاطراف. لانه الاشكاليه اللي كاينه هو اننا حنا لما تنطلعوا في الظهر ديالهم تتكون عندنا زياده عدديه، وبالنسبه لهم هما عندهم فراغات ما بين قلب الدفاع اللي هو اللاعب نصيب رقم 3 وما بين السميري رقم 17، بمعنى كاينه مساحه كبيره اللي يمكننا نستغلوها. اضافه في الجهه اليسرى عندنا قلب الدفاع اللي هو رقم 4 ابو الذهب واللاعب ابو طه، كذلك هناك مساحات. واخا اسمح لي هنا بغيت نركز معاك في هذا الجانب هذا. وفعلا الجوله الاولى والقراءه ديالك التحليليه اعطاتنا هذا الاشكال على مستوى الدفاع، على مستوى المشكل على مستوى وسط الميدان. الان واش جمال السلامي ما غيكونش فطن هذا المشكل هذا؟ شنو هما لي زاليمون اللي ممكن ان يستعمل؟ واش غادي يغير لاعبين او لا غادي يغير الخطه ديال اللاعب ديالو اللي ممكن انها تخلي اللاعبين المغاربه باش يرتكبوا الخطا ويقدر يسجل التعادل؟ احنا حاليا اخي عبد العزيز باش نوضحوا للمشاهدين الكرام هو انه هو تيعتمد على هذا النظام،
يعني من الناحيه الدفاعيه هو دار السيناريو ديالو الاول، هو انه لما تضيع الكره المنتخب الاردني تيرجعوا اللاعبين ديال الاطراف وتنضموا اللاعبين ديال قلب الدفاع، يعني تيصبحوا 5. اذا هذا بالنسبه له هو حل من الحلول ديال التكتل للخلف ويسد جميع الممرات. اذا هو بالنسبه له الا بغى انه باش يطور في المستوى في الشوط الثاني ويزيد للامام، لازم يا اما غادي يلعب بلاعبين اللي هما في قلب الدفاع، يلعب غير بجوج ديال اللاعبين في قلب الدفاع ويرجع يلعب 4-2-3-1 او 4-4-2، لانه حنا الاظهره لما تيكونوا متقدمين تيعطيو اللاعبين ديال الاجنحه كذلك انهم يكونوا متقدمين للامام وتتولي عندك زياده عدديه في الامام. اذا هو بالنسبه له كنهج اللي مشى فيه في الشوط الاول ما توفقش فيه في الناحيه الهجوميه، حنا عطلناهم، يعني ما كانوش فرص كثيره للمنتخب الاردني، ونقدر نقول لك انه كانت فرصه واحده اللي هي عاديه، ما كانت حتى شي فرصه للمنتخب الاردني. اذا هذا السيناريو اللي مشى به جمال السلامي غادي يحاول يا اما غادي يغير من النظام ديالو ويحاول يدير زياده عدديه في الامام وفي وسط الميدان وينقص لاعب من قلب الدفاع ويزيدهم يا اما الاطراف او لوسط الميدان. ولكن الا بقى على حسب هذا النهج هذا، احنا نتمناو انه المنتخب المغربي انه يستافد من هذا النظام هذا ويزيد يسجل اهداف اخرى. حنا مراد دابا غادي ندير واحد التحدي ما بينك وبين المشاهدين اللي كيتابعونا الان في الفيسبوك. التوقعات ديالك للشوط الثاني والتوقعات ديالكم انتم كذلك المشاهدين والمتابعين ديالنا للشوط الثاني. التوقع الصحيح غادي تكون عنده مفاجاه من طرف برنامج الملعب الثالث. بغينا التوقعات ديالكم من الان الى حين تقريبا في واحد الدقيقه، باش لان غادي نسدوا اللايف في بين الشوطين، بعد ذلك ندوزوا للشوط يعني البث الثالث بعد نهايه المباراه. الان عندنا دقيقه من بعد ما نسمعوا التعليق ديال التوقعات ديال نهايه المباراه مع السي مراد. شنو هي نتيجه المباراه؟ نقدر انني نتوقع نقول انه يا اما 2-0. لا اعطيني توقع واحد. توقع واحد اوكي. نقدر نقول 3-1، ولا سجلت الاردن تقدر تسجل بكره ثابته، يا اما ضربه خطا او ضربه جزاء او ركنيه، وتكون 3-1 لصالح المنتخب المغربي. يلا سي كمال بالله عليك قال 1-1 ما انت بفعل علينا 2-0 السي عزيز. يلا نشوفوا التوقعات، باقي التوقعات الاخرى بالنسبه للمتابعين ديالنا. عندنا 1-1، عندنا 2-0. انت شنو قلت السي مراد؟ انا قلت 3-1. انت خليتيني محصور في توقع واحد. السي اسماعيل 2-0 للمنتخب الوطني المغربي. السي كذلك الافغاني تيقول 2-0 للمنتخب الوطني المغربي. 2-0 يسرى حتى هي كتقول 2-0. يلا مازال كنتسناو التوقعات، تقريبا اقل من دقيقه كتفصلنا على نهايه هذا البث هذا والعوده لمشاهده الجوله الثانيه للمنتخب الوطني المغربي ونظيره الاردني. انا تسمع التوقع ديالي؟ هي تفضل يا استاذ. انا اقول بان النتيجه ان شاء الله بذكريات الجوله الماضيه او المنافسه الماضيه 4 الاهداف مقابل لا شيء للمنتخب الوطني المغربي. اتحدى مراد واتحدى كذلك كل من يبتسم خلال هذا البث المباشر. 3-0 السي عبد الرحيم صديقي. انا معك السي عبد الرحيم. ولكن السي عبد العزيز قبل انهاء الجوله، واش انت مآمن انه راه المنتخب المغربي سجل هدف وكنا حنا تنتكلموا تنقولوا اننا يسجل هدف في الشوط الاول؟ هذه توقعات فقط. انت شوف، انت رجل تحليل ورجل ديال الكره، حنا جمهور واعلام بغينا المنتخب الوطني المغربي اهم شيء انه يفوز. غادي يفوز صدقني. الفوز ان شاء الله، وغادي نرفعوا الكاس وغادي يديروا الطاقيه ديال طريق السكيتيوي فوق راسنا كاملين. كل التمنيات ديالنا سي طريق السكيتيوي ابن مدينه فاس البار، ابن هذا البلد الكبير المملكه المغربيه. تحيه لك وتحيه لكل اللي كتابعنا خلال هذا البث المباشر. الاهم هو نفوزوا ان شاء الله، واكيد اننا غادي نفوزوا سي مراد ان شاء الله باذن الله، وتكون عندنا فرحه ديال الفوز بالكاس، وفرحه اخرى هو كاس افريقيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وكاس افريقيا اكيد غادي غيكون بلاطو اخر وتصميم اخر ونقاش اخر مع المتابعين ديالنا كذلك. ما تنساوش اننا ان شاء الله بعد نهايه المباراه غادي تواصلوا معنا مع مجموعه ديال لاعبي المنتخبات الوطنيه وفريق المغرب الرياضي الفاسي من اجل التحليل والتعليق على هذه المباراه. نلتقي واياكم ان شاء الله بعد نهايه المقابله. ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي، مليون ألف مبروك للجمهور المغربي التواقي لمثل هذه الإنجازات الرائعة. ألف مبروك كذلك إلى كل الرجال الذين تقاتلوا خلال هذه المباراة وحققوا العودة والانتصار والرجوع بكأس العرب، الكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخ المنتخبات الوطنية. أكيد توقعاتكم
كانت كلها تصب في فوز المنتخب الوطني المغربي، وذلك ما تحقق خلال هذه المباراة. توقع ديال السي عزام قال بأن 3 الأهداف فعلا كانت 3 أهداف، ولكن لهدفين وليس لهدف واحد. مراد، مبروك علينا. مبروك اخي عبد العزيز، واهم شيء هو التتويج. التوقعات هي تبقى يعني من المتمنيات، ودائما باغيين انه المنتخب المغربي يسجل اهداف ويفوز. حنا لو كنا بقينا غير بهدف واحد وفزنا وخدينا الكاس، هذاك هو الفضل. ولكن الحمد لله هي كقراءه تكتيكيه يعني المقابله كانت يعني اشياء يعني جميله، افكار بين المدرب المغربي جمال السلامي وما بين المدرب المغربي طارق السكيتيوي، بينات النديه وبينات الافكار اللي هي حطها يعني على ارض الواقع. كما قلنا انه الشوط الثاني يعني راه ماشي سهل، ولما قلنا انه غادي تسجل هدف كان التوقع ديالي انه جمال السلامي غادي يتقدم للامام وغادي يدير تغييرات وغادي يحاول انه كذلك هو يرجع في المقابله، وداك الشيء اللي وقع. ضربه الجزاء غيرت شويه المجرى ديال المقابله، وبينات انه مره اخرى السي طارق السكيتيوي في التعامل ديالو مع جميع المقابلات والمواقف اللي تيطيح فيها. يعني حاليا عمرنا كنا اننا منهزمين ورجعنا، وفي مقابله اللي هي نهائيه بين ما شاء الله يعني على القدرات ديالو يعني التكتيكيه والقراءه ديالو في التغييرات ديال اللاعبين في الوقت المناسب ديالهم، القراءه ديال جمال السلامي كذلك على التغييرات اللي دار، لانه السي السلامي كذلك حتى هو تنشيدو بالعمل ديالو. وتكلمنا قبل على اساس انه النظام ديال اللعب واش غادي يغيروا واش غادي يغير في اللاعبين، ولكن اللي تبين انه السي جمال السلامي كذلك هو عنده فلسفه ديالو، عنده منهجيه ديالو، وتيامن بهذا لو سيستيم دو جو. يعني دار واحد التغييرات اللي هي في اماكن اللي هي في التغييرات اللي هي بالنسبه لي انا في كل مركز اللي بان بانه عليه العياء وبان عليه التعب. في الشوط الاول غير الجناح الايمن اللي هو ابو شراره، ودخل لاعب عدي الفخوري، وغير الظهير الايمن اللي هو لاعب على الوسط السميري باللاعب رقم 23، ويحاول انه يقوي هذا الممر هذا، لانه صحيح حنا هجمنا منه عده مرات وبغى انه كذلك هو يفاجئنا في المرتدات. كانت يعني في الشوط الثاني يعني كانت مفاجاه مباشره، لاننا كنا خايفين منه مراد وجالسين على الاعصاب ديالنا. نعم، لان مع بدايه الجوله الثانيه هدف التعادل المنتخب الاردني يعني عن طريق كره ثابته. نعم. كما كانت في التحليل تكلمنا بان المنتخب الاردني ما قدرش انه يمر عن طريق الاطراف او عن طريق العمق، ولكن أكيد. عن طريق الكره الثابته نعم. قدر انه يسجل هدف من طرف ركنيه ثم ضربه جزاء. وهذه القراءه اخي عبد العزيز هي راجعه على الشوط الاول لما تكلمنا انه المنتخب الاردني انه يسجل من كره ثابته، تبين بانه المنتخب المغربي عطل جميع نقاط القوه. نعم. وبين نقاط الضعف ديال المنتخب الاردني، وتبين بانه المنتخب الاردني الا بقى بهذا الشكل يعني غادي يسجل فقط بكره ثابته، سواء ضربه جزاء سواء الركنيه سواء ضربه خطا. لهذا المنتخب المغربي يعني عرف كيفاش انه يبقى مركز في الوقت اللي تغيرت النتيجه وصبحات 2-1، عرف كيفاش انه يبقى في التركيز ديالو، عرف كيفاش انه يرجع في المقابله بطريقه اللي هي سلسه. والسي طارق السكيتيوي التغييرات كذلك اللي دار ديال بولكسوت مع اللاعب المهديوي مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله، التغييرات اللي قام بها نعم طارق السكيتيوي يعني حطهم في واحد التوقيت اللي هو صحيح المنتخب الاردني كان عنده واحد شويه ديال الجانب ديال العياء من الناحيه البدنيه، وقاومنا وكنا اننا نقدروا نزيدوا نسجلوا اهداف اخرى. بعض اللحظات يعني في بعض المباريات فاش تسجل الهدف الثاني نعم كنظن بان المنتخب الاردني خد الثقه في راسه، ولكن القراءه ديال طارق السكيتيوي صحيح يعني وحتى الهدوء ديال اللاعبين نعم خلانا اننا نقدروا نرجعوا، اضافه للتغييرات الحقيقيه اللي قام بها طارق. صحيح فعلا كانت ورقه رابحه، ادخال شويعر، ادخال حمد الله، صحيح. ادخال صابر بوغرين. نعم. يعني هذه اعطاتنا بنتايك كذلك نعم. يعني دار بها اليسرى. نعم، هذه كلها امور ربما كتنم الكابتن مراد على ان طارق السكيتيوي فعلا من المدربين اللي كيبغي التأني والقراءه ديال الخصوم على ضوءها. وانا نستعرض هنا الكلمه اللي كنت قلتيها ربما في اللايف السابق، هو ان طارق السكيتيوي هو فعلا مدرب حربائي بدرجه كبيره، بحيث انه كيلبس الثوب ديال الفريق الخصم والفريق المنافس. والحرباء باش نزيدوا نوضحوا للمشاهدين، هو الوصف ديال الحرباء راه هو الصوره الحقيقيه ديال كره القدم الحديثه. نعم. يعني انت كمدرب لازم تتاقلم مع جميع المواقف اللي تطيح فيها، اضافه انه انت عندك واحد النظام ديالك ومؤمن به وتتحب انك تلعب به وتتبغي انك تامبوزي على الخصوم، ولكن الخصوم لما تيجي وتعطيوك مواقف اخرى وانت تتحاول انك تتعامل معها. سي طارق السكيتيوي هو من هذا النوع اللي هو تعرف كيفاش يتعامل مع المواقف، اضافه للمواقف اللي هي صعبه. يعني احنا تكلمنا عليه مره اخرى انه كيفاش تعامل مع الاولمبيات، كيفاش تعامل مع كاس افريقيا، كيفاش تعامل مع الاصابات في كاس العرب.
اضافه انه دابا حاليا في النهائي تعامل مع موقف اخر، هو انك انت في النهائي وجيب واحد النيه ديال انك تفوز، ومن بعد تلقى راسك انك انت فايز في الشوط الاول ويتغير عندك السيناريو وتصبح انت خاسر. كيفاش غادي ترجع في المقابله؟ اذا هذا يحسب للهدوء والتركيز ديال السي طارق السكيتيوي، لانه البروفايل ديال المدرب هو ينعكس على اللاعبين. اذا لو كان السي طارق السكيتيوي كذلك برا في الدكه ومعصب ويبقى يرشد اللاعبين، يعني كان تيحاول يركز وتيسجل وتيدون، كان كيطلب من اللاعبين باش انهم ما مره خويا مراد كان طارق السكيتيوي كيطلب من اللاعبين على انهم يخرجوا الكره، يعني كما كنقولوا يلعبوا ما كانش باغيهم يلعبوا كره طويله. صحيح. وهنا غادي نعيشوا هذه الاجواء ديال الفرحه وديال النشاط مع يعني المنتخبات الوطنيه. غادي يسعدني انني نستقبل معكم اطار من الاطر الوطنيه الكفء، وكذلك احد اللاعبين البارزين اللي نالوا كما كنقولوا الكاس العربيه الاولى في تاريخ 2012. المملكه المغربيه في 2012. نعم، انه الجناح الايسر لفريق المغرب الرياضي الفاسي والمنتخب الوطني سعيد الحموني. سعيد، مرحبا بك. السلام عليكم سي العلوي، شكرا على الاستضافه. سعيد، بغينا نسمعوا الارتسامات ديالك وبالذكريات الحاصله الان اللي قدرتي او ربما شاهدتي المنتخب ديال طارق السكيتيوي بالتاريخ اللي انت عشتيه في 2012. اكيد بعدا فرحانين بعدا بتتويج المنتخب في هذا الكاس، هذا بالكاس العرب وسميتو والذكرى. انا كنت مع المنتخب الوطني فاش حصلنا على الكاس 2012 في السعوديه، فهذا الشرف. وبالنسبه للمقابله فكنظن بان طارق السكيتيوي عودنا في هذه البطوله هذه فاش كيغير بطريقه اللعب ديالو، كيغير بالسيستيم دو جو ديالو. شكرا لك سعيد حموني. مراد عنده لك سؤال. خويا سعيد. اسي العلوي، مرحبا. خويا سعيد، تسمعني؟ كنسمعك اسي. احنا عارفينك انت في حصه تدريبيه الان. اصبر معنا شويه. ها هو العكس مراد. خويا سعيد، انا بغيتك تقول لي الراي ديالك في الاطر المغربيه، وحنا تنشوفوهم في واحد المناسبه اللي هي ما شاء الله مناسبه كبيره، وتنشوفوا انه اطار وطني ديال السي جمال السلامي والاطار سي طارق السكيتيوي تيلعبوا نهائي. يعني انت شنو هو الراي ديالك بالنسبه للاطر المغربيه في هذه السنوات الاخيره؟ صراحه الله كنشكروا فوزي القجع، وكنشكروا الجامعه الملكيه، وكنشكروا جلاله الملك نصره الله على ذكر السلطان محمد السادس اللي كاين في الرباط. فكنظن بان العمل ديال اللي كتقوم به الاداره التقنيه فهو عمل كبير، والله يكمل علينا بالخير. هذا هو. الله يكمل على بلادنا، وان شاء الله الكره الوطنيه غاديه للامام ان شاء الله. وانا من دوري اخويا سعيد تنشكرك وتنتمنى لك انت كذلك التوفيق، لانك ما شاء الله انت كذلك اطار اللي هو تيبحث على ذاك المكانه ديالو اللي تيستحقها، وانت راك غادي في الطريق ديالك ان شاء الله باذن الله. نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك النجاح ان شاء الله. شكرا سي العلوي، شكرا على الاستضافه ان شاء الله. شكرا لك سعيد الحموني، وكذلك الشكر موصول لكل المتابعين ديالنا اللي كيتابعونا من خلال، رغم ان الاحتفالات الان كاينه كثيره وربما الحل بارد الان مراد، والقهاوي ديال مدينه فاس كلها مكتظه عن اخرها. هي واحد اطلاله خفيفه شفنا بان الناس خارجين في الشارع بالابواق ديال السيارات، كل شيء فرحان وكل شيء يمني النفس باش ان شاء الله يوم 26 يناير المقبل او 22 يناير المقبل ان شاء الله نعيشوا الفرحه مع وليد الركراكي. بطبيعه الحال في اطار جو الفرحه غادي ننتقلوا الى احدى مقاهي مدينه فاس. مبروك علينا كاملين جميع المغاربه بدون استثناء. وي انا معكم. مرحبا معك. انا اللي يمكن نقول لكم مبروك علينا كاملين من طنجه للقويره لجميع المغاربه اللي كاينين في العالم. وكنبغي نهنئ صاحب الجلاله على هذا الفوز وعلى هذا، وجميع المغاربه كاملين بالجمهور ديالو بالمؤثرين ديالو بكل شيء. ورينا القهوه معنا شكون معك؟ شكون معك؟ ديما سي اروى في الواو. وتحيه للسي مراد وتحيه للسي عبد العزيز وتحيه للسي سعيد، وكنبغيكم بزاف. شكرا لك، شكرا لك سيدي عبد الرحيم. فعلا استحضار جلاله الملك محمد السادس وراء صاحب الرؤيه الرشيده. نعم صحيح. وراء كل انجاز عظيم للكره المغربيه والرياضه المغربيه كتعبر على
الفلسفه ديال جلاله الملك في تطوير هذا القطاع، صحيح. في اعطاء شحنه قويه من خلال انشاء الاكاديميات. فاش كنتكلموا على الاكاديميات كتكلموا على مستوى العاب القوى. نعم. ربما المدارس ديال العاب القوى اللي موجودين، اللي عطاتنا ابطال، وبعد قليل ان شاء الله مع كاس السيمورات غادي يصادفوا احد الابطال اللي مروا في الاكاديميات ديال العاب القوى، واللي كيتواجد الان اطار في الدوحه القطريه، واللي غادي نتكلموا معاه بعد قليل. شوف هذه الاستراتيجيه ديال سيدنا الله ينصرو كيفاش عطاتنا وخلاتنا بعد سنوات اننا نعيشوا الفرحه تقريبا في 3 اشهر. الفرحه مع وليدات باها، مع وليدات وهبي دينا كاس العالم، مع وليدات باها وصلنا لربع النهائي، والان مع طريق السكيتيوي الحمد لله 2025 سنه الانجازات ديال الرياضه الوطنيه. واضافه اخي عبد العزيز الكلام ديالك، يعني للرؤيه الرشيده ديال سيدنا محمد السادس نصره الله، هو انه ماشي فقط الرؤيه، هو انه تيزرع هذه الرؤيه في جميع المسيرين في جميع القطاعات. نعم. بمعنى الكل في المغرب يتكلم على كره القدم. اذا كره القدم اصبحت في المغرب يعني شيء اللي هو عطينا واحد التطور، لا من الجانب الاقتصادي، لا من الجانب الرياضي، بالنسبه للاطور، يعني كثير ديال الاشياء اللي حنا جالسين دابا حاليا تنستافدوا منها. اضافه اننا حنا مقبلين على كاس افريقيا بالتنظيم ديالها، غادي نزيدوا نبينوا واحد الصوره اخرى اللي وصل لها المغرب. اذا هاد المسيرين اللي هما في جميع القطاعات اصبحوا كذلك انهم تيديروا واحد الحساب للرياضه المغربيه. اذا حنا تنتمناو من جميع المسيرين ان شاء الله باذن الله انهم يقدموا يد المساعده لجميع المشاريع الرياضيه اللي هي كاينه في المغرب، وانهم يكونوا واقفين بساق على جميع المشاريع، ونتمنى من الله اننا نكونوا يعني في التنظيم ديال كاس افريقيا حنا مقبلين عليه وكاس العالم اننا نكون بجوده عاليه ونقدموا داك الصوره اللي هي متعودين عليها وكما بغى يشوفها سيدنا الله ينصرو. واكيد سي مراد كما قلت بان الرياضه الوطنيه كانت معروفه دائما، ربما العاب القوى هي القاطره ديال الرياضه الوطنيه على مستوى المنافسات العالميه والاولمبيه. اكيد يعني ربما طارق السكيتيوي ادخل الرياضه الجماعيه والالعاب الجماعيه ضمن المتوجين بالميداليات ضمن المنافسات الاولمبيه. وكان قبل ذلك كما قلنا فرياضه العاب القوى كانت دائما حاضره في المنافسات الاولمبيه القاريه والعالميه. معنا من الدوحه القطريه الاطار الوطني والعداء العالمي السابق يوسف بابا، الذي اشتهر في مسافه 1500 متر بين الجيل الذهبي، جيل هشام القروج وجيل عادل الكوش وجيل يعني علي الزين. سيوس مرحبا بك. السلام عليكم سي عبد العزيز، والسلام على الضيف ديالك، وسلام من قلب الدوحه. هذا الكابتن مراد عزام، اطار وطني اللي اشتغل الحمد لله في الدوليات الخليجيه والعربيه، وكان مدرب نادي الوحدات الفيصلي الاردني. مشيت له الفريق المنافس، الفريق الفيصلي الاردني. سي يوسف، انتم في الدوحه اكيد ان الجمهور المغربي دائما يصنع الحدث هناك بأرض قطر في الدوحه القطريه. اول شيء تنقدموا هذا الفوز بعد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الشعب المغربي، وفوز مستحق، فهمت. الحمد لله الكره الوطنيه راها في تألق، وكنا نستاهلوا هذا الكاس هذا، وما نساوش باش نكونوا بجنب الفريق الاول عاوتاني في كاس افريقيا اللي ما بقى له الا ايام قليله. لو انك كنت عايش معنا في الدوحه غادي تعرفي لنا من بدايه البطوله كانه عرس رياضي، وتنشكروا حتى المدرب السي طارق على هذا المجهود اللي قام به مع الوليدات هادو، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. كيف قلت القادم افضل مراد؟ الجميل سي يوسف هو انه الالعاب القوى هي كذلك كان لها دور في هذه المقابله هذه وفي جميع المقابلات، ولكن في هذه المقابله بل الجانب البدني. يعني لما تنتكلموا على الجانب البدني في مقابله نهائيه وتمشي الاشواط اضافيه وتلعب عدد ديال المقابلات وتكون فايز وتغير السيناريو، اذا خاصك واحد الجانب اللي هو بدني، ومن الجوانب اللي هي خاصه في التدريب ديال كره القدم. يعني الحضور ديالكم كان بالتخصص ديالكم كانت ليه بصمه. كما عرفتي دابا الكره تغيرات، ما بقاش الكره ديال بكري. صحيح. الحمد لله دابا راه الناس ولات تخدم على الجانب البدني كثير. صحيح. انت شفتي دابا الوليدات ديالنا كيفاش بداو مسيرين الوضع 120 دقيقه وما بانش عليهم بزاف ديال العيا. صحيح. لا الجانب البدني ولا تيخدموه الناس كاملين. اكيد اكيد في الدوريات الاوروبيه وكل شيء.
نعم، لانه الايقاع اللي لعب به المنتخب المغربي حاليا يعني غير في الوقت اللي هو تغيرت النتيجه من 2-1 تيبان لك انه اللاعبين تيضاعفوا المجهود ديالهم وحاولوا انهم يرجعوا في المقابله ويسيروها باش انهم يوصلوا انهم يسجلوا الهدف الثالث، وكانوا مازال يقدروا انهم يسجلوا، لانه باش تجيري واحد المقابلات لازمك ضروري الخزان ديال الاعداد البدني عند اللاعبين. وحنا تنشيدوا هنا بالسي حميد العمول اللي هو المعد البدني اللي مع السي طارق السكيتيو والعمل الكبير اللي تيقوم به. اضافه كذلك لازمنا نشيدوا بالعمل اللي تيقوم به سي اللوداري مع سي جمال السلامي. اذا ما شاء الله حتى في التخصص ديال الاعداد البدني عندنا ما شاء الله اطر اللي هي عندها كفاءه كبيره واللي قادره انها توصل منتخبات المستويات العاليه. اذا لما تنتكلموا على منتخب تيوصل للانجاز تنرجعوا تنشوفوا داك لي ديتاي صغيورين شنو هما الاشياء اللي خلاتنا نوصلوا لهذا الهدف هذا. اذا تتلقى من الاشياء اللي هي جميله واللي احنا ربحناها هو انه الجانب البدني لازمنا نشيدوا به، اضافه للاناليز فيديو، اضافه المدربين الحراس المرمى. ولكن اليوم تبين بانه صحيح الجانب البدني عطى واحد الاكل ديالو وعطى الفعاليه ديالو داخل المقابله. سي يوسف اكيد ربما للاسف كما قلتي لي ربما كنت تمني النفس باش انك تحضر المباراه النهائيه، ولكن كنظن بان التذاكر بيعت عن اخرها من خلال الارقام اللي وصلنا من خلال الملعب وصلت ل 84,184 متفرج. فكنظن رقم قياسي دائما كتحققوا المباراه النهائيه في استاد لوسيل الدولي. يوسف انا كنعرف بان الدوحه الان ربما ما غتنعسوش دابا من الان رغم الامطار اللي كاينه امطار الخير اللي تهطلت على الدوحه ميعاد الله والسوق واقف والفرحه مع الجماهير المغربيه. عبد العزيز ما تنساش هما مباراتان، المباراه اللي كانت في ملعب لوسيل اللي في التصفيات اللي كانت مع المنتخب السعودي وصلنا 73,000 متفرج، ومن بعد بعد الفاينل راه وصلنا 84,000. يعني هذا تيبين بان الجمهور المغربي حضر بكثافه وساند المنتخب ديالو لاخر المطاف، والحمد لله ما الفريق ما خيبوش. اذا مراد كما كتشوف فالاطر المغربيه ماشي فقط في كره القدم ولكن في مجالات كثيره، العاب القوى، رياضات اخرى كذلك السباحه، وكتشوف في الملاكمات تيكواندو اطر حتى الاطر ديال اللياقه البدنيه. نعم اللي كما كنقولوا كيتمرنوا مع العامه الناس في دول الخليج، مجموعه ديال الاطر اللي كيخدموا في لي جيم يعني في الصالات ديال تقويه العضلات موجودين بكثره. فبالتالي الاطر المغربيه حاضره وعندها مكانه قويه على مستوى الدول العربيه وكذلك افريقيا. هذا شيء جميل اخي عبد العزيز، حنا تكلمنا عليها، يعني باقيين اننا نبقاو في هذا الريتم هذا وتبقى هذه الصوره دائما علينا، على اساس اننا نبقاو دائما في البوديوم ونوصلوا للانجازات اللي حنا يعني مسطرينها. كاس افريقيا جاي ان شاء الله باذن الله، لازمنا ان شاء الله باذن الله هو كذلك نفوزوا به باش نزيدوا نبينوا افريقيا، لان بقات هذه المناسبه هذه ضاعت لنا المره اللي دازت. هذه المره هذه يعني لازمنا انها تبقى عندنا ان شاء الله باذن الله في البلد ديالنا، ونجهزوا كذلك لكاس العالم. اذا حنا غادي نمشيو مرحله بمرحله. الاطر المغربيه بينات على علو الكعب ديالها سواء في افريقيا سواء في الدول العربيه سواء في الخليج، ما شاء الله في جميع التخصصات. نتمنى الله اننا نبقاو في هذه الصوره هذه واطول مده. غادي نسولك سؤال، شوف سبحان الله، بما ان كنتكلموا على الاطر الوطنيه غادي نستحضروا هنا الاطار الوطني لحسين عموته. نعم، الحسين عموته في الدوره الماضيه كان مدرب المنتخب الوطني المغربي وانتصر على الاردن 4-0. نعم، بعد ذلك اشرف على تدريب المنتخب الاردني ووصلوا نهائي كاس اسيا بقطر وما تمكنش من التتويج، وبقات ربما ديك الحلقه ديال التتويج ربما في قلبه. وبعد ذلك كيجي جمال السلامي، اهدى المشعل جمال السلامي كيدير كما كنقولوا واحد الباركور اللي هو كبير وعظيم جدا، وكيوصل المباراه النهائيه ديال كاس العرب 2024. القاسم المشترك هو ان الاطار الوطني لحسين عموته فاش جلس وعطاو التوقعات رشح المنتخبين الوطني المغربي والمنتخب الاردني الى المباراه النهائيه، وبكل مغربيه روح مغربيه وطنيه قال بان طارق السكيتيوي هو الذي سيفوز على المنتخب الاردني وعلى جمال السلامي. هذه المفارقه هذه كيفاش كتختلط انت كمدرب عشتي
لهذه الاجواء هذه. واكيد ان يمكن الاقدار تجمعك مع فرق نعم. اجنبيه وغادي تكون ضد فرق وطنيه. كيفاش المدرب كيقدر انه يتحكم في المشاعر ديالو ما بين لقمه العيش وما بين العمل والمهنيه والاحترافيه، ثم مع نداء الوطن والحب للوطن وحب القميص الوطني اللي يحمله كمدرب او كلاعب وربما كناخب؟ واخي عبد العزيز، يعني لما تتقمص الدور ديال المدرب في واحد الفريق او في واحد المنتخب، كيف ما كان النوع ديالو، سواء كنت تنتمي للمنتخب اللي هو ديال البلد ديالك او لا ديال المنتخب ديال بلد اخر، يعني تتنسى جميع المشاعر، تتحاول انك كيفاش انك تسير المواقف اللي تطيح فيها. هذه الكلمه ديال المواقف هي مهمه، لان كره القدم هي تتغير. انا قلت لك انه انت تقدر تكون اليوم فرحان غدا راك غضبان، ولكن انت كيفاش غادي تتعامل مع هذه المواقف هذه. اذا انت المنتخب الاردني لما مسكوا سي حسين عموته، المنتخب الاردني يعني بصراحه كان واحد العمل اللي هو يحتاج يعني عمل قاعدي من الصفر، وهذا هو اللي خلى سي حسين عموته انه ينشر الفلسفه ديالو وينشر العمل ديالو ويراقبه عند الانديه باش يساعدوه في المنتخبات، وحاول انه يوحد الفكر ديالو على جميع الفرق، وبدا العمل ديالو بالتأني وهو مآمن. انا تنتذكر المقابلات الوديه ديال سي حسين عموته تقريبا خسرها كلها، ودار فيها واحد العدد ديال التجارب ديال الانظمه ديال اللعب، وفي الاخير وصل لهذا النظام اللي هو عند سي جمال السلامي اللي هو 3-4-3، وبه غادي يلعب في كاس اسيا وغادي يوصل به للنهائي. اذا هذه المشاعر اللي تنتكلموا عليها منين جات من هذيك المواقف اللي هو تعيشها يوميا مع ذاك المنتخب، وتيحاول انه يبدا عاوتاني كذلك يعكسها على هاد اللاعبين باش يمكن له انهم يحطهم في نفس الهدف اللي هو مسطروا معاهم. اذا هاد المشاعر هذه الا انت ما عندكش تكوين عالي وعندك كفاءه عاليه، صحيح، وتعرف كيفاش انك تتعامل مع المواقف وتخرج منها الاشياء الجميله وتحيد الاشياء اللي هي سلبيه وتوصل للهدف ديالك، ماشي مدرب. انا ما نقدرش نقول انه مدرب، ولكن الشخص اللي هو غادي يدخل على واحد الشيء اللي هو نقدر نقول لك يعني فيه مشاكل كثيره وغادي يلقى فيه حلول وغادي يوصل للانجازات اللي هي كبيره، هذا تقدر تتكلم عليه وتقول له انه هذا مدرب محترف اللي يمكن له انه يدرب في جميع المستويات. اذا حنا الامنيات ديالنا اننا من بعد ان شاء الله باذن الله من بعد كاس افريقيا او من بعد كاس العالم وهذا الظهور ديال الاطر المغربيه، لما لا اننا نشوفوهم في دوريات عالميه وقابطين منتخبات عالميه، لانه الوقت اللي انت غادي توصل وتجيري منتخب هكا بهذه الطريقه هذه وتبدا تحلل فيه وتلقى فيه انه كانوا فيه عده مشاكل وانت غادي تلقى لها الحلول، اذا هذه المشاكل هذه اتوقع كذلك توقع في العالم كامل، ماشي بالذات هي في منتخب واحد. راه البرازيل وعندها مشاكل، فرنسا وعندها مشاكل، اسبانيا وعندها مشاكل. اذا انت محتاج واحد البروفايل ديال واحد اللونترينور اللي هو عنده كفاءه وتيعرف كيفاش انه يتاقلم مع جميع المواقف الصعبه ويخرج منها اشياء اللي هي جميله ويمشي بها الانجازات. اذا احنا اصبحنا عندنا اطر ديال الالقاب، اذا احنا تنشيدوا بالسي طارق السكيتيوي بالعمل ديالو، وكذلك تنشيدوا بالسي جمال السلامي بالوصول ديالو النهائي وياخذ وصيف. هذا ماشي سهل، الهدف ديالو كان مسطر مع الاتحاد الاردني، نعم، انه فقط غادي يمشي كاعداد لكاس العالم، ولكن هو ما شاء الله وصل كذلك للنهائي. ما علينا الا نباركوا لهم ونهنئوهم ونوهوا بهم انهم جوج ديال الاطر المغربيه عطاتنا افكار جديده، افكار تكتيكيه استفدنا منها حنا كاطر كتقنيين، استفدنا من طبق كروي اللي هو نقدر نقول لك انا عالمي، وتتحس بانه الداخل كاينه افكار ديال طارق السكيتيوي وافكار ديال جمال السلامي، واللاعبين جالسين يعني شفنا رقعه الشطرنج، نعم بالضبط، انهم تينفذوا نفس الشيء اللي هو تيتقال على برا. اذا باش نوصلوا لهذه الجماليه هذه ونوصلوا لهذا الروح اللي هي عند هاد اللاعبين هادو بالمفاهمه ديالهم بالتواصل ديالهم مع المدرب ديالهم، وتحصل انه كاينه واحد المرونه في التعامل وواحد الهدوء، انهم باغيين يوصلوا لداك الشيء اللي بغى لهم المدرب ديالهم. وهذا الشيء ان شاء الله باذن الله نبغيو نشوفه في المناسبات الجايه ان شاء الله، وكيف قلت لك نفوزوا بكاس افريقيا ان شاء الله باذن الله. وانا يمكن ربما سي مراد غادي نطلب من السي يوسف يجي يلتحق بينا هنا مرحبا باش نختموا هذه الحلقه هذه اللي هي اخر حلقه من تغطيتنا لكاس العرب. الماتش او الملعب الثالث فعلا كان اليوم، وحاولنا اننا نقدم لكم نموذج للاعلام الهادف للتحليل الرياضي الجديد باسلوب راقي مع الكابتن مراد عزام. شكرا لك، شكرا لك العزيز، شكرا لك يعني ربما عشنا معكم اليوم، عشنا معك. تفضل السي يوسف، تفضل المخرج ديالنا الشاب اللي عانى معنا وقاسى
خلال هذا برافو عليك. بث هذه الحلقات هذه باش نقدم لكم كما قلت واحد المحتوى هادف اللي ممكن اننا نلقاو فيه مكان داخل المشهد السمعي البصري على المستوى الوطني والمحلي. ما تنساوش بعد يومين ان شاء الله غادي نلتقي واياكم في بلاطو جديد من خلال تغطيتنا لمنافسات كأس إفريقيا المغرب 2025. ما تنساوش كذلك على أن القناة إن شاء الله مستقبلا سوف تعمل على تقديم مجموعة من البرامج الرياضية الثقافية الفنية الدينية وكذلك الأسرية بشتيها، سواء الخاصة بالمرأة أو الخاصة بالطفل. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا لك مراد، شكرا لك يوسف، إن شاء الله على كل المجهودات اللي قدمتي. شكرا لكل الأصدقاء الأوفياء اللي تقوا فينا واللي كيشجعونا وكيعطيونا يد العون ودائما، إما بالانتقاد الإيجابي دائما كيبغيو يشوفنا، على رأسهم السي عبد الرحيم، السي محمد منديل، السي عبد الرحيم الفني أكيد، كذلك حفيظ بالعناية كذلك. هادو كلهم أسماء اللي تقريبا لائحة طويلة جدا، لائحة ديال صحفيين زملاء اللي كيشيدوا بالفكرة، اللي كيشيدوا بالبلاطو. فاحنا كنقول لكم شكرا لكم من القلب على الدعم ديالكم والوقوف ديالكم إلى جانب قناة سما سبور وكذلك الملعب الثالث. شكرا لكم مرة أخرى. هذا عبد العزيز العلوي الصوصي كيحييكم، ونلقاكم إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد افتتاح كأس إفريقيا